هو القلب بيشوف غلط؟ ايوه. بيشوف ازاي؟ فاكرين بقى الحديث قعدنا معاه سنين طويله ده، الحديث بتاع ايه؟ حديث حذيفه رضي الله عنه، تعرض الفتن على القلب، عامل زي الكوبايه والايمان زي الميه. تيجي الفتنه تعرض على القلب، واحد معدي قدامه واحده متبرجه بص لها فتنه، واحد معدي قدامه واحد قال له خد سيجاره مخدرات فتنه، واحد قاعد يتفرج على ايه دي فتن معاصي فتن. تعدي على القلب تروح، اول ما انت تفتح الباب للفتنه تعمل ايه؟ تدخل تروح رازعه في قلبك، يبقى ليها اثر اسود. ما هو القلب ابيض خالص كده، تركتكم على المحجه البيضاء، القلب ابيض املس، تروح داخله تعمل لك نقطه سوداء. النقطه السوداء دي بتخلي القلب يعمل ايه؟ ما يشوفش كويس. بقى في قدامك وانت سايق في العربيه في الازاز اللي قدامك في نقطه سوداء، فبقت معكساك، مش كده؟ وبعدين النووي بيقول حاجه خطيره جدا، بيقول ان النكته دي مش لازم تبقى نقطه صغيره، ده بيقول ممكن تبقى بقعه كبيره كده، حاجه كبيره مش نقطه صغيره، ممكن تبقى كبيره كده. وممكن تاتي فتنه على القلب جمله، تروح واخداه تروح مخلصه عليه. ده ابتداء، لا بيبقى العبد قبل كده عمل حاجات وبان ان هو يذهب عن طريق الله عز وجل. فالقلب بيحصل له، القلب طول ما هو كده بيشوف عدل اهو، شايف كده عدل. هو ايه اللي القلب بيشوفه؟ انا عيني دي شايفاك، انما قلبي، القلب يرى الغيب، يشوفه بقلبه. فينظر القلب فكأنه ينظر إلى الله، كأنه يرى العرش. مش احنا حكينا قصة الأوزاعي المرة اللي فاتت، وقال أول ما دخلت على الراجل كأن العرش بارز من السماء، كأني به، أو كأني دي بتاعت القلب بقى. مش أنت بتقول في العقيدة في الإيمان قول القلب وعمل القلب؟ إيه قول القلب؟ أن يشهد القلب أنه لا إله إلا الله. إيه عمل القلب؟ القيام بذلك بقى. من إيه الحاجات دي؟ التوكل والتفويض والاستسلام ده عمله. فالقلب كده شايف التوكل عدل، شايف ان انا مش ممكن ابدا اتوكل على حد الا ربنا، شايف لا يمكن ابدا يرزقني الا الله، لا يمكن ابدا يأذيني يبلغ الي اذى الا اذا قدره الله، لا يمكن ابدا لا يمكن، عنده يقين بكده. تقوم تيجي الفتنه تخبطه، يعمل ايه؟ يميل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكوز مجخيه، مجخي يعني مائل، يميل. لما انا دلوقتي اميل الكوبايه دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها حاجتين، بس خد بالك من الحته دي، ده مهم جدا. يحصل ان لما اميلها كده الميه اللي فيها تنزل، والميه اللي نازله من فوق ما تنزلش كلها. فاذا كان للقلب عمل، اذا كان التوكل لا ينبعث الا من القلب اللي مش واقع، اللي الايمان ما بيخرش منه ودخول الايمان صعب فيه ونظرته اتعوجت، يبقى انا محتاج ان انا استعدل قلبي. مش هو كل ما تجي له فتنه يعمل كده؟ تجي له فتنه تاني يروح عامل كده، وقاعد ينزل في الايمان، وصعوبه الايمان اللي جاي من فوق صعب يدخل. ما هو انتوا يا اخوه متصورين معايا ده ولا شرحي صعب؟ لا والله بجد. لا فعلا حد يقول لي مثلا ايه اللي انت بتقوله ده، احنا مش فاهمين منك حاجه، ما تتكلم عدل. حلو كده، الايمان اهو هيكفر اهو. بصوا يا اخوه، الايمان حاضر، الايمان لما بيجي، الفتنه لما بتيجي تعرض على القلب، من رحمه الله ان بتتعرض، بس الفتنه ليس لها ان تقتحم القلب، بتتعرض. فالقلب يقول لها اهلا وسهلا اتفضلي، فلما يقول لها اهلا وسهلا تروح داخله، اول ما تخش تروح مدياله قلم طخ، يحصل ايه؟ تروح معلمه فيه اسود فيصعب الرؤيه. ما هو ازاز اهو، يصعب انه يشوف لان يبقى في نقطه سوداء هنا، وتروح مخليها يميل كده شويه. تيجي الفتنه الثانيه تاخد نقطه ثاني سوداء، صعبت الرؤيه ثاني وايه؟ ومال ثاني. الايمان بقى يعني تصور ان الايمان ده مثلا في حنفيه هنا كده بتنزل في خط مستقيم، لما هو يعمل كده شويه ايمان بينزلوا هنا وشويه بينزلوا بره، بقى زي الاول كله بينزل كده خلاص، تخبطه ثاني يفضل يميل لحد ما الايمان اللي نازل بينزل بره، فبيسمع القران ما بيهتديش، يا دوبك يدخل له رذاذ، فتلاقيه يقعد في موعظه يخشع، وبعدين يقول لك بروح البيت برضه وعاصي تاني. في شهر رمضان يخشع، وبعدين يطلع من شهر رمضان يوم العيد الصبح تلاقيه خرج يعكس البنات، مع انه معتكف معانا 10 ايام وقعد يعيط كل يوم بيعيط. طب ده خرج يعصي ازاي؟ ان الموضوع انه ما حاولش يستعدل، ان لسه ما خدش الايه؟ القلب لازال كده دخل فيه رذاذ بس يسير من الايمان، وقعد يصف ينزل في ايمان، ينزل في ايمان، ينزل في ايمان، بقى كده. وهو هنا عيون القلب بقى هنا بقت مشبره خالص اهي، فما بقاش شايف كويس. تقول له التوكل مش شايف يعني توكل.
فلما لما القلب ما يشوفش، الجوارح تشتغل من غير ريس، عشان القلب هو الامير، مش كده؟ الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد القلب. فتلاقي الجوارح تشتغل من غير امير، من غير ريس. الجوارح دي بقى شغلها ايه؟ بتجري ورا الاسباب. فلما تقول له توكل يقول لك انا متوكل عليك. هو ما بيقولهاش ببقه، احيانا بيقولها ببقه، بس غالبا ما بيقولهاش ببقه، بس افعاله بتدل على، زي ما هيجي كده دلوقتي تلاقيه ان هو لما يتحقق له السبب ما بيزيدوش توكل، ولما بيتنزع منه السبب ما بيزيدوش توكل. هو لانه مش مؤمن بيه خالص، قلبه في حته ثانيه. قلبي معي غير ان الروح، جسمي معي غير ان الروح عندكم. مش معايا، انا في وادي، انا في وادي وهم في وادي خالص. يبقى القلب ايها الاخوه مش هيصلح الا كده، طول ما القلب مايل، طول ما هو مش شايف توكل. القلب مايل كده. احنا بص يا اخوه بقى عايزين نستعدله. عارفين الصناعيه بيقولوا ايه؟ بيقولوا استعدل الحديده، صح؟ احنا عايزين نستعدله. العمليه دي تربويا اسمها ايه؟ اسمها الرياضه. استعدله كده، اعدل القلب يقف كده تاني. تعدله ازاي؟ 4 عشان تعدل بيهم قلبك لرياضه القلب. 4 اكتبهم، اسمعهم، احفظهم، سجلهم، خد بالك وحاسب نفسك عليهم بقى. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم التوكل عليه. اولا معرفه قدر الدنيا حتى لا يسويها بالاخره. ثانيا مقدمه لا بد منها، وهي ترك الذنوب والمعاصي. فإذا وقع في ذنب تاب منه سراعا. طب في ذنوب احنا ما نعرفهاش زي الشرك، مش قلنا الشرك خفي أخفى من دبيب؟ يبقى أنت محتاج لإيه؟ محتاج إنك تمسك في التوبة بإيدك وأسنانك. يعني لازم يكون لك ورد قرآن، ورد استغفار يوميا. وبالأسحار هم يستغفرون. خلي الورد 1000 ولا 2000 ولا 3 دولت نص ساعة قبل الفجر تستغفر. المهم انك تستغفر وتتوب عشان يتجلي قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها، يعني الفتنة دخلت فيه، نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه. صقل يعني ايه؟ اتمسح. يجي الاستغفار يمسح لك الحتة دي. صقل قلبه، بس يتوب توبة نصوحة لله عز وجل. معرفة قدر الدنيا أيها الإخوة. بصوا يا إخوة، سلسلة الحلقات دار الآخرة كنت مسميها صياط القلوب. جيت عند حتة كده اسمها خطبة اسمها الوصية في سلسلة حلقات دار الآخرة. وأنا بكتب في الوصية دي لقيت إني بص راجل حي صاحي بيكتب إيه؟ لو مت قسموا فلوسي وادوا التلت لفلان ولا تزيدوا عن الثلث، وفلان ياخد كذا، وقسموا مالي وأنا عندي فلوس في الحتة الفلانية وليا دين يجيبوهولي. ده بيكتب الكلام ده وهو صاحي. بالله عليك الدنيا اللي كده دي تسوى؟ بتقسم فلوس يعني عارف إن أنا سايبها. أقول تكتب في الوصية بتاعتك لو مت فلان يغسلني ويكتم عليا الله يخليك، لحسن ممكن يظهر حاجة كده ولا كده مما لا أعلمه، ما يبينوش للناس، يكون أمين. فلان يكفني، وفلان يدفني وينزل معايا قبري، وفلان، ولو لقيتوني بحتضر لقنوني أصل مش قادر أتكلم، وذكروني بالرخص ايه الدنيا دي؟ فلو عرفت حقيقتها تعففت عنها، تبقى كلها في ايدك وانت مفيش منها حاجة في قلبك ابدا ابدا. يبقى معرفة مقدار الدنيا ليه؟ عشان لا تناظرها بالآخرة. فإذا لاح لك صلاة ركعتين بالدنيا صليت ركعتين بالدنيا. خدت بالك من دي؟ عشان لا تضر لا تغل. طيب نمرة 2 المقدمة بقى، ترك الذنوب. الذنوب قذر يا إخوة متعلق بالقلب. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ترك الذنوب. فإذا أذنب، قل لي ما كل ابن آدم خطاء، إذا أذنب نعمل إيه؟ يتوب ويستعتب بسرعة حتى يثقل قلبه. نمرة 3 مستعصم. نمرة 4 حصن. إيه المستعصم؟ الشيخ. عشان كده لازم الإخوة يحافظوا على الشيوخ. وأنا في أكثر من موضع قلت لك عقيدتنا في أهل العلم أننا لا نقدسهم وإنما ننتمي إليهم. فأنا أنتمي له، أنا أنتمي للشيخ لأنه علمني، والذي علمنيه غالي. لما نيجي نقول سبحان الله، قبل ما تقول سبحان الله بلسانك
بس جرب كده، قول سبحان الله بقلبك. يعني اقعد ساكت كده وخلي قلبك يقول، مش احنا بنقول قول القلب او قوله، خلي قلبك يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وانت هتشوف الفضل في ده لو اتعودت تفكر. ده ما تصنعه في الخلوة. الخلوة تقرأ فيها قرآن، تشغلك آية. هو ليه ربنا سبحانه قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل؟ ليه حكاية يأكلوا دي؟ تفضل تجري على التفاسير تلاقي نفسك قعدت 3-4 ساعات واقف قدام المكتبة وتفتح الكمبيوتر وتدور وتسأل الشيوخ وإيه حكاية يأكلوا دي؟ تلاقي نفسك مشغول بالله عز وجل، والمشغول لا يشغل. انسى بقى ان حد يعرف يخترق وقتك او يخترق شغلك او يخترق. ما تبقاش دايما مبدد ايمانك في اشياء. النهارده النشرات والاخبار واتباع الاخبار باسراف صار على الاخوه مهلك للايمان. قاعد متتبع بعض الاخوه بقول له يعني تقعد قدام النشره، انا ببالغ يعني تقعد قدام النشره 8 ساعات فهز راسه. انا بقولها كده مبالغه، هز راسه. نهار ابيض، انت صحيح بتقعد 8 ساعات؟ 8 ساعات؟ امال طب ايه اللي يبقى في قلبك من الايمان؟ وكلما رايت مؤيدا تفرح الحمد لله الدنيا، وكلما رايت خاذلا تزعل. طب وده يبقى فيه توحيد؟ ده اشبه بالشرك ده ولا لا؟ ده مش اشبه، ده شرك. انما يعلم المرء ان الذي ينصره ويدفعه هو الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فالخلوه ايها الاخوه تعودوا على ذلك. خد لك نص ساعه، خد لك ربع ساعه، خد لك ساعه، لحد ما الموضوع يتطور يبقى ليك ورد من الخلوه، وسوف ترى اثرها على الايمان. ده يعدل القلب. عندها بقى لما نقول لك معنى التوكل تعمل ايه؟ تبقى شايف يعني ايه التوكل. عشان كده في القران جاء الامر بالتوكل، ما جاش الامر بشرك التوكل. صح؟ الامر وعلى ربهم يتوكلون، اللي هو ايه؟ اصل العربي عارف المعنى اللغوي. اول ما تربطه بربنا هيعرف ان المعنى اللغوي بيقول اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على المتوكل عليه، يبقى لن يكون الا على الله. خلاص ربطت المساله معاه كده من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي. نسال الله عز وجل ايها الاخوه ان يمتعنا واياكم بالتوحيد، وان يمتن التوحيد من قلوبنا، وان يلين لنا التوحيد حتى يكون سجيا، وان يرزقنا واياكم الاخلاص. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.